تخيل انك تدور على مدينه اسطوريه جوه قلب غابات الامازون. على فكره القصه دي حقيقيه. سنه 1925 واحد اسمه بريسي فاوست، مستكشف وعالم اثار انجليزي، قرر انه يروح في مغامره يستكشف فيها غابات الامازون البرازيليه عشان يدور على شيء غريب جدا هناك. كان بيقول لك ان في هناك غابات الامازون، عشان نبسطها كمثال حاجه كده شبه مدينه اطلانتس، مدينه متطوره وعظيمه لحضاره قديمه، والراجل ده سماها المدينه زد. الناس قالت عليه مجنون، بس هو ولا سمع لهم ونفض لهم، وقرر انه يدور عليها بنفسه ويثبت لهم صحه نظريته. اخد ابنه وصاحبه، والمرعب بقى ان مفيش اي جثث لقيوها. الرحله دي كانت من اكتر الحالات اختفاء في التاريخ. المرعب بقى في الكلام اللي انا هقوله ده، وركزوا معايا، ان حاليا في سنه 25 اللي هو بعد 100 سنه من استكشاف فاوست للمدينه بتاعته زد، بقى في دلائل بتتكلم كلام وبتاكد، بقى في دلائل بتاكد على كلام فاوست. الاقمار الصناعيه الحديثه بدات تكتشف اثار تحت الغابات الامازونيه، بدات تكتشف اثار تحت الغابات في الامازون، وكأن فعلا كان في مدينه مفقوده هنا ومدفونه من عصور قديمه. يعني فاوست ما كانش مجنون، وضحى بحياته كلها عشان حلمه. انتوا بقى ايه رايكم في الكلام الجميل ده؟ ما تنسوش اللايك والاشتراك.